ألف مبروك لجماهير نادي الزمالك الفوز ببطولة السوبر الأفريقي على حساب النادي الأهلي. بطولة مستحقة وفوز مستحق 1000000%. عطفا على أداء اللعيبة، عطفا على حمية ورغبة اللعيبة، عطفا على الاستعداد النفسي والجاهزية الذهنية للعيبة اللي اترجمت لأداء وروح وعزيمة ولعيبة مصدقة نفسها أكتر إنها تكسب وإنها تفوز، ومؤمنة بالفوز أكتر وعندها رغبة أكتر بكتير. بحيي لعيبة نادي الزمالك وبحيي جمهور نادي الزمالك اللي كان يستحق المكسب وكان يستحق الفوز. ألف مبروك لكل محبين نادي الزمالك. ولما نتكلم عن الرغبة اللي عند اللعيبة، اللي أنا بشوف إنها اتولدت من الأهلاوية نفسهم أو من بعض الإعلاميين أو اللعيبة القدامى في النادي الأهلي اللي بيطلعوا في الميديا. الحقيقة ما كانتش عجباني النغمة سواء على السوشيال ميديا في الصفحات بتاعة الأهلي أو زي ما قلت اللعيبة الإعلاميين الموجودين في الميديا. ما كانش عاجبني النغمة خالص أو تصريحاتهم أو آرائهم وتعقيبهم على اللقاء في خلال الأسبوع اللي فات من الماتش. كان في شوية تقليل من القيمة الفنية للعيبة نادي الزمالك اللي بدورها اتعكست وانعكس ده على لعيبة نادي الزمالك بالإيجاب، وعلى العكس أعتقد إن هو أثر بالسلب على النادي الأهلي. وكان اللقاء خير دليل وخير شاهد على اللي بقوله. الناحية التانية كولر، ما أعتقدش إن كولر أخطأ فنيا في التشكيل. تقريبا ده التشكيل اللي كل الأهلاوية أو كل المحللين كانوا مستنيينه وكانوا متوقعينه، ولكن يبقى غياب محمد عبد المنعم في خط دفاع النادي الأهلي ليه أثر كبير جدا 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 واضح وباين على منظومة النادي الأهلي. محمد عبد المنعم الأهلي افتقد النهارده للربط من خط الظهر ونص الملعب والخروج بالكرة بشكل صحيح ومناسب. افتقد لجرأة عبد المنعم وتدرجه بالكرة خطوة وخطوتين لقلب الملعب عشان يبدأ هجمة منظمة للنادي الأهلي. افتقد للقدرات الفنية لمحمد عبد. كلنا شفنا جون ناصر منسي دقيقة 76، جون التعادل، وشفنا ياسر ابراهيم ازاي اخطا في التمركز واخطا في سرعه الحركه ورد الفعل وسبقوا ناصر منسي بخطوتين. اعتقد ان الاهلي محتاج ان هو يجهز او يعيد نظر في 2 سد باكات اللي هيلعبوا الفتره الجايه. لو هنتكلم فن النهارده فخليني اقول لك ان جوميز ما بداش البدايه الامثل لنادي الزمالك. ابتدى بتشكيل كان فيه ريسك كبير جدا، خصوصا انت النهارده بتلاعب فرقه زي فرقه النادي الاهلي، فرقه كبيره في الوقت الحالي فنيا. بتلعب اكتر فرقه متماسكه في الوقت الحالي، فرقه فيها توازن كبير. ما ينفعش ان انا اقابلها وافرض اسلوبي وابقى في مغامره في نص الملعب بالشكل الكبير ده. جوميز بدا بدونجا 6 وجنبه عبد الله وجنبه ناصر. طبعا انتوا عارفين عبد الله وناصر من اللعيبه اللي بتحب، اللي عندها الزياده والنزعه الهجوميه، واللعيبه ميولها او قدراتها وامكانياتها الفنيه اعلى بكتير من امكانياتها الدفاعيه. وانت بتتكلم النهارده على عبد الله السعيد، لعيب كبير طبعا ولكن في سن 40 سنه. فانا النهارده مش هقدم لك او مش هديك الدور الدفاعي او المجهود البدني اللي انت مستنيه مني في مركز زي ده. فاعتقد ان كان ده ريسك كبير جدا من جوميز. وحتى لما عدله في الماتش ابقى على عبد الله وساب ناصر، اللي ناصر انا كنت بشوف ان هو كان منتشر جدا في الملعب وكان عامل دور ربط كبير جدا وكان افضل في بعض الاوقات من عبد الله السعيد. يعاب على كولر مش الاختيارات الفنيه، يعاب على كولر الحميه والتجهيز الفني والنفسي، الاعداد النفسي والفني للعيبه. ويمكن حاليا دلوقتي ما بقاش المدرب بس هو اللي بيعمل الكلام ده، بيبقى فيه اخصائي نفسي وفي معد بدني وفي كل حاجه، ولكن يبقى المدير الفني هو المسؤول الاول والاخير عن مين يلعب ومين ما يلعبش، مين اللي عنده الدوافع، مين اللعيب اللي يلعب ويبدا ومين اللي ما يلعبش، حتى لو هو اللعيب اللي رجليه في الملعب. فبالتالي لعيبه الاهلي النهارده كانت في الدي اوف معظمها. مفيش لعيب في حالته، مفيش لعيب عنده حميه. ما لقيتش لعيب في الاهلي عنده حميه
بيلعب عشان يكسب. شفتش الاهلي زي ما هو مصدق ان هو يكسب، على عكس لعيبه الزمالك خالص، اللي سبحان الله انا بشوف ان السيناريو بتاع الماتش فات جدا لعيبه الزمالك. لعيبه الزمالك اعتقد انها كانت داخله الماتش بدوافع اكبر من دوافع الاهلي، خصوصا زي ما بقول لحضراتكم ان خلال الاسبوع اللي فات حصل شحن ايجابي للاعيبه نادي الزمالك. يعني احنا النهارده عايزين نرد، نبين للناس دي مين الزمالك، عايزين نرد ونبين ان احنا لعيبه كبار وعندنا فنيات وعندنا امكانيات كبيره جدا. احنا الزمالك ما نتقللش منا بالطريقه دي، واعتقد ان دي دوافع من اللا شيء. من الناحيه الثانيه بقى بنتكلم على ردود الفعل من جماهير الاهلي على السوشيال ميديا او المحللين في القنوات. يعاب على كولر برضو تاخره في التبديلات والتغييرات. التغييرات انا كنت بشوف ان كان لازم وسام ابو علي يخرج وكهربا يبقى له دور في الماتش ولو تلت ساعه. لو خدت بالك معايا ان وسام ابو علي ما كانش في يومه قوي، او زي ما كان مش ده وسام اللي احنا اتعودنا عليه في الماتشات الاهلي الاخيره، خصوصا خارج الصندوق. خصوصا ان مفيش بالتالي من ناحيتين، يعني من الفرقتين ما كانش فيه جمل واضحه في الثلث الاخير، او ما كانش فيه امتياز قوي من جانب الفرقتين في هجمات في الثلث الاخير من الملعب سواء هنا او هنا. بتهيألي دي الحته اللي عند كهربا. يمكن وسام بيتميز بالسرعات، التخبيط، المشاكسه، الفينش على الجون بشكل افضل، ولكن انت كنت محتاج لعيب النهارده زي كهربا، لعيب بيعرف يلعب كوره، لعيب يقدر يستلم الكوره ويبص يمينه وشماله ويقدر يلعب مع زمايله. كنت محتاج اللعيب ده في وقت اعتقد في اخر ثلث ساعه في الماتش كنت محتاج واحد زي كهربا. الف مبروك لنادي الزمالك، استحق السوبر الافريقي بكل صراحه. الاهلي اعتقد بعد الخساره دي متهيألي اللعيبه هيبقى عندها فرصه انها تشحن بطاريات الرغبه والدوافع للبطولات بشكل اكبر. كولر محتاج يعيد اوراقه ويعيد ترتيب اوراقه، خصوصا في حته خط الظهر وحراسه المرمى، لاني انا بشوف ان الشناوي النهارده كان مش ده الشناوي اللي احنا عارفينه. الشناوي لو ده الشناوي اللي احنا عارفينه كان بالتالي كان صد له كورتين ثلاثه في ضربات الجزاء. ومش عايز اتجنى عليه بصراحه في الهدف، لان الكره كانت قريبه جدا يا جماعه. الكره تقريبا في الست ياردة، ويهيأ لك او يهيأ للمشاهد ان الكره سهله للشناوي، لكن الكره صعبه جدا. الكره 6 ياردة قريبه جدا، وكان التعامل معاها صعب سواء للشناوي او اي حارس تاني. ولكن انا بلوم عليه في حته ضربات الجزاء. ضربات الجزاء الكور كانت في ايديه، ولعيبه الزمالك نفذت بصراحه التنفيذ المثالي، خصوصا مع حارس طويل زي الشناوي. ابتدوا يحطوا له يمين وشمال تحت، محدش لعب فوق خالص في متناول الشناوي، ولكن كان يقدر الشناوي اللي احنا عارفينه كان يقدر يصد ركلتين جزاء بكل سهوله من الركلات اللي اتشاطت عليه. في النهايه الف مبروك لنادي الزمالك. بقولها تاني، يستحقوا المكسب، بطوله غاليه. اعتقد انها هتفرق جدا 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 مع المجموعه دي، وهتفرق جدا جدا في اللي جاي لنادي الزمالك. واتمنى ان يكون دايما في منافسه، يعني ما يبقاش المنافسه في مصر من ناحيه واحده. وهنا والله مش بلقح، بتكلم بجد بكل حياديه. لما يكون في قطب مسيطر على كل البطولات، او مسيطر على المشهد عموما في بلد ما، بتحس ان البلد دي فقيره كوره، ما عندهاش. فاحنا مش عايزين يبقى ما عندناش. مبروك للزمالك، وان شاء الله انا بشوف ان هيكون في نديه كبيره جدا الفتره الجايه، سواء في ماتشات الفرقتين او على الصعيد البطولات، ومين هيكسب اكتر في البطولات اللي جايه.